تعالوا نشيل دعاء ونطلع سعيد. المهم خليني احكي لكم قصه خطفي وانا صغير. ابويا خطفني يا لا مؤاخذه يا حاج، والله لا مش قصدي، يعني انت لما تشوف الفيديو ده بلاش شتيمه بلاش شتيمه. خطفني ازاي بقى؟ كنا الله يرحمها ستي كانت محجوزه في المستشفى، ماشي. كنا رايحين لست زياره. المهم اللي كنا العربيه اللي احنا كنا رايحين بيها، طبعا هنا بيندهوا بيقول لك دار السلام حلوان كده. المهم احنا العربيه بتاعتنا تحت، طبعا نام تحت، فكان يقول لك طهطه. المهم عربيه طحطه دي كانت موديانا لستي في المستشفى، فعملت بينا حادثه. دخلنا في عمود نور، العيله كلها دخلت المستشفى، واللي اتعور الحمد لله الحمد لله عدت على خير. المهم بقيت انا عربيه طحطه دي مرتبطه بان هي اي عربيه طحطه هتعمل حادثه. فكنت مع ابويا، كان السواق بقى واقف بينده عمال بيقول عربيه طحطه عربيه طحطه، فانا بقى اقول لا عربيه طحطه لا، وزعق في الشارع والناس افتكروا ان ابويا خاطفني يعني، وهو يقول بنتي وانا